الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ بسمة الشربج. يا ريت اللي اول مرة يشوفني ما ينساش اشتراك لي في القناة، فعل زر الجرس واعمل لي لايك عشان يوصلوا مني كل جديد. انا النهارده معانا وصفة جميلة جدا وانا ما عملتهاش قبل كده على القناة، وهي السمك البلطي المقرمش او المقلي المقرمش، كده حاجة كده من الاخر باذن الله ينال اعجابكم ورضاكم، وحاجة كده بسيطة وسهلة، واعمل لكم تتبيلة سهلة وبسيطة، وحاجة كده هتبقى في منتهى الروعة وريحته هتجيب معاكي من اخر الشارع. تعالوا بينا نشوف انا نضفت السمك الاول ازاي وعملته ازاي. انا طبعا جبت السمكه، شايفين السمك لازم يكون كبير كده. بتجيبيه بتشيل الخراشيم بتاعته والزعانف وكل حاجه، وتشيل القشر بتاعه. طبعا بتمسكي تفتحي بطنه وتشيلي الاحشاء بتاعته وتغسليه غسله نظيفه جدا 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 لما يبقى معاكي بطنه بيضه وزي الفل. بعد كده بتغسليه وتنقعيه بقى. اهم حاجه في مرحله السمك نقعه السمك عشان الزفاره بتاعته. طب بتنقعي بايه يا بسمة؟ انا بنقعه بجيب دقيق وميه وليمون وكمون ومعلقه واحده بس خل. يبقى الدقيق مع الكمون مع الليمون مع معلقه الخل مع الميه، بتضيع اي زفاره سمك. طبعا انا بمسكه منقعهم ربع ساعه، بعمل الخلطه دي وبنقعهم ربع ساعه، وبعد كده بشطفهم شطفه محترمه، وبعد كده بحطهم في المصفى يتصفوا. تعالوا بينا بقى نشوف التتبيله بتاعتنا. طبعا احنا كده خلصنا من السمك، غسله وتنظيفه ونقعه. تعالوا نشوف بقى التتبيله بتاعتنا اللي بصوا الخطيره بقى. بسم الله ما شاء الله. معايا هنا ده طبعا هرسه الشطه، اللي حابب يحطها يحطها واللي مش حابب. انا بدل ما احط شطه ناشفه عادي، لا انا عندي هرسه الشطه هستعملها. طبعا الهرسه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم مع القناه، بس انا فضيتها في برطمان بلاستيك وحطيتها في الفريزر. لان ما ينفعش احط برطمان ازاز في الفريزر يقوم مفرقع، فانا حطيته في برطمان بلاستيك وابقى اطلع منه واخد على قد الكميه اللي انا عايزاها. ومعايا هنا في التتبيله، معايا هنا راس توم انا مقشراها، معايا ليمونتين كبار، معايا هنا قرنين فلفل اخضر، معايا هنا نص اخبارك حزمه وسع. شبت على كل كزبره. سنه وانتم تعالوا حضراتكم بقى هوريكم طيبين. حاجه جميله. ديت ابني جايبه جايبه لبنتي كل سنه بمناسبه وحضراتكم الشهر طيبين. الكريم. انا فانا قلت ابني بقى جايب احط الفانوس ده ديكور كده لبنتي، وما في شاء الله البتاع. قلت احط كل ديكور سنه كده في وحضراتكم طيبين. يعني اعرفكم في بهجة رمضان ماشي وكده، بحس خلاص ببهجة تمام. رمضان كده هعمل بالحاجات الخلطه دي. ان واجيلكم. شاء الله اعمل لكم فيديو قوي جدا جدا عن رمضان. تعالوا بينا بعد ما عملت الخلطة. انا الخلطة ضربتها في الخلاط لان عندي الكبة خلاص، يعني قالت لي شكرا لحديك كده باظت مني الحمد لله. فعملت الخلطة بتاعتي في الخلاط، فعشان امشيها في الخلاط فحطيت ايه، ربع كوباية مية على الخلطة ديت عشان تمشي الخلطة دي، لان الخلطة دي كلها نواشف، توم وكزبرة بشبت بفلفل، نواشف عمرها ما هتلف في الخلاط. فحطيت بس ربع كوباية مية وفرمتها فرمة ناعمة جدا، بس شايفين لونها وريحتها كانت طالعة في منتهى الجمال. حطيت نص معلقة بس صغيرة هريسة شطة، معلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كمون، نص معلقة فلفل أسمر. أنا هحط 4 معالق صغيرين ملح بما يعادل معلقتين كبار ملح. أنا وريكم المعلقة إن هي صغيرة، فأنا حطيت يعتبر معلقتين كبار ملح. يبقى معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة ايه تاني، معلقتين ملح كبار، معلقة صغيرة فلفل اسمر. بقلب الخلطة دي كلها مع بعضها، ريحتها كانت طالعة في منتهى الجمال. طبعا انا منعماها عشان هشرب ال السمك ده يشرب من التتبيلة دي حلو جدا. طبعا السمك عشان كبير معايا فانا لازم أنا اشقه اديله بس فتحتين كده في الجنوب من هنا ومن هنا، من الجنب ده ومن الجنب ده. انا قلت لكم السمك ده بايه، انا هقول لكم السمك ده بايه. الكيلو فيه 25 جنيه، دولت 2 كيلو. همسكه كده الفتحات كده ومن البطن وكله، وهبدأ اشربه من التتبيلة دي. هدخل التتبيلة دي جوه الفتحات كده اللي انا عاملاها شقاه من الجنوب كده وفي البطن وكله. انا طبعا شقيت السمك كله. ريحة ريحة التتبيلة طالعة في منتهى الجمال. طبعا انا هعمل الكمية كلها كده، هتبلها كلها. بعد ما تبلتها كلها بسم الله ما شاء الله، هسيبها طبعا قيمة حوالي ربع ساعة او نص ساعة تشرب من التتبيلة ديت. وتعالوا بينا على النار نشوف احنا هنعمل ايه. انا هعمل الرز الصيادية باسهل طريقة واحلى طعم. انا طبعا هنا معايا بصلة كبيرة انا مخرطاها تخريط عادي، هحط عليها معلقتين زيت وهحط عليها معلقتين سمنة بلدي. طب ليه الزيت مع السمنة؟ الزيت بيدي اللمعة اللي انتوا بتشوفوها الجميلة ديت وبيفرفره، والسمنة بتديله الطعم.
دي طبعا سمنة بقري، انا بحب السمنة البقري عن الجاموسي، يعني بتدي الراحة وطعم وخفيفة في الاكل وجميلة جدا. فطبعا انا هفضل اقلب فيها كده لما تبدأ البصلة تحمر. انا عايزة احمرها مش عايزة احرقها، انا عايزة يعني تبقى ايه، بني فاتح مش بني غامق. البني الغامق ده هيمرر معاك الرز، لا انا عايزاه بني فاتح. هفضل اقلب كده لحد ما شايفين اللون. هبدأ طبعا اجيب ميه عليها، طبعا ده رز مصري، كوبايه الرز المصري عليها كوبايه ميه. فانا طبعا عارفه بالنظر كده انا عامله رز قد ايه وهحط ميه قد ايه، فهو بالنظر عندي. بس انت لو مبتدئه حط كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. تمام. هنبدأ نجيب هنا بقى التوابل اللي هحطها عليها ايه بقى وخلي ريحته في منتهى الجمال معاكي زي الفنادق. هحط معلقه قرفه كبيره، معلقه كمون كبيره. طبعا احنا عارفين ان هو الرز الصياديه روحه الكمون، بس الحاجه الجديده بقى اللي هي القرفه دي. ومكعب مرق، مكعب مرق ده اختياري بس بيدي تيست حلو قوي قوي للرز. ومعايا هنا معلقه كبيره ملح عشان احط مكعب مرق. يبقى انا حطيت معلقه قرفه كبيره، حطيت معلقه كمون كبيره، حطيت مكعب مرقه، حطيت معلقه ملح. هحط تاني ايه حوالي نص معلقه صغيره بس قرفه عشان ايه، يدي اللون الجميل كده ويدي الريحه الجميله جدا معانا. ولو حابه انا هحط بس نص معلقه شطه، دي اختياري برضك. لو انت بتحبي الرز يبقى معاكي ايه مشطشط كده حاجه خفيفه، حطي بس نص معلقه شطه عادي. مش حابه يبقى مشطشط معاكي بلاش الشطه، دي اختياري. هي ومرقه الدجاج، بس صراحه مرقه الدجاج بتدي تست حلو قوي. طبعا انا هسيبها لما تغلي. طبعا غلت بالبصله بالتوابل، ريحتها كانت طالعه خطيره. طبعا انا غسلت الرز، غسله الرز ومصفياه. هبدا اقلبه كده، وهبدأ بقى اغطي عليه واسيبه النار عالية عليه لحد ما يبدأ يغلي معانا. هبدأ اوطي عليه النار متوسطة لحد ما ينشف الرز، تحس ان هو نشف، هدي عليه نار هادية خالص واسيبه يتردد لما يستوي. طبعا هاجي معاكم بقى هنا لتتبيلة الكفر بتاع السمك اللي هنقلي بيه. انا معايا هنا كوباية ونص دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا. النشا بتديله القرمشه الجميله دي. هحط معلقه صغيره كمون، احنا عارفين ان السمك روحه الكمون. ومعلقه صغيره كركم، انا بحب احط الكركم في اي بانيه، في اي كفر ان انا هقليه كده بحب احط الكركم، بيديله اللون الاصفر الذهبي الجميل معانا وبيديله ريحه وطعم. واولا عارفين ان الكركم فوائده كتير جدا لا تعد ولا تحصى. طبعا انا هبدا اجيب هنا السمك، طبعا هنفضه شويه كده لو على ظهره كده من التتبيله هبدا اشيلها عشان ما تتحرقش مننا في الزيت. طبعا هو ما شاء الله اتشرب التتبيله وبقى في منتهى الجمال معانا. انا ببدا اشيل كده بالمعلقه بس التتبيله من على الظهر عشان الكفر ما يتحرقش مننا. يعني الحاجات دي ما تقعش في الزيت، التتبيله دي ما تقعش في الزيت وتتحرق. فانا بمسح بس الظهريه كده، وببدا هنا ابدره كده بالخلطه اللي انا عملتها جميله ديت. وهبدا هنا طبعا انا معايا هنا زيت سخن، هبدا هنا اقلي السمك بقى معايا. هسيبه لما يحمر من تحت، مش هقلب على طول عشان ما يكسرش مني. لما يبدا يحمر كده، وخلي بالكم انتوا بتقلبوا كده ما تعملوش زيي لما يحمر كده خلاص. طبعا انا معايا هنا صينيه او اي حاجه، بس حط عليها مناديل مطبخ عشان تشرب الزيت الزياده اللي بيبقى في السمك. شايفين لونه في منتهى الجمال ومقرمش وفي منتهى الجمال والروعه، وكانت ريحته طالعه في منتهى الجمال. شايفين الزيت معايا رايق ازاي، لان انا شلت الكفر اللي هو التتبيله ديت عشان ما تحرقش معانا الزيت. شايفين لونه في منتهى الجمال والروعه. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا سايبه الرز بتردد اهوت على نار هاديه لما يستوي خالص. وقلت بقى انا هقلي السمك عما الرز يتردد يكون الرز اتطبخ والسمك اتقلى. طبعا عملت شويه سلطه، وعملت بصل بخل، حاجه كده في منتهى الجمال. اكل مطاعم بقى، ده اكل مطاعم. شايفين الرز مستوي. طبعا انا مش عايزه ابوظ الديكور لان لسه هديله لقطه كده بالتليفون صوره كده. بس بسم الله ما شاء الله الرز كانت ريحته طالعه في منتهى الجمال، والسمك بسم الله ما شاء الله. طبعا كل حاجه قدامكم اهيت، حاجه كده في منتهى الجمال والشياكه. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب. شايفين لون السمك ولون الرز، حاجه كده جميله جدا، بألف هنا وشفا.
اللي وصل معايا الفيديو ما ينساش يعمل له لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.